السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة أم إلاف. اليوم كما راكم تشوفوا في الطبق تاعنا. اليوم راح نقدم لكم كسرة الرخساس، اللي معروفة في بوسعادة والمسيلة وجهة الشرق. تابعوا معايا الوصفة إلى الأخير. هنا كما راكم تشوفوا عندي 3 كيلات تاع السميد، عندي نص كيلة تاع الفرينة، وعندي نص كاس تاع الزيت. انا عبرت بهذا الكاس. وهنا عندي 3 مغارف، عندي الخميرة والسكر والسانوج. السانوج اختياري. وهنايا عندي الملح. نبداو على بركة الله. اول حاجة راح نخلط السميد مع الفرينة كما راكم تشوفوا، ونحاول نحط الخميرة والسكر والسانوج هكذا، نخلطهم مليح النواشف في بعضها. بعدها راح نزيد المغرف تاع الملح. حنا الرخساس هذا نقدموه مع التمر كما شفتوا والحليب، والا راح يتحط في الغداء ولا في العشاء على حسب الاكله اللي راح تحضره. هنا عندي 1.5 كيلو تاع الماء. انا هنا الماء مانيش راح نكيلوه خاطر السميد كاين السميد اللي يشرب، كاين سميد اللي ما يشربش. هنا حنحاول نعجنها مليح باش يدخل الماء في السميد هذاك، وكي نكون ندلك فيها ندلكها وهي ناشفه. شوفوا القوام تاعها، ما تكونش طريه بزاف وما تكونش ما تكونش يابسه. نحاول ندلكها شويه، حوالي 8 دقائق او 10 دقائق. بعدها نخليها ترتاح. هنا الكيلة اللي درتها لكم جاوني 3 خبزات، ماهمش كبار ماهمش صغار. هنا راح نخليها ترتاح وراح نشعل الكانون ونخليه يسخن. نحاول نفتح الخبزة تاعي. شوفوها بعد ما ارتاحت تكون كما راكم تشوفوا في القوام تاعها. نحاول نحلها. كاينه اللي تحب تحلها بالحلال، وانا حبيت نديرها بيدي خير. شوفوا السمك تاع الخبزة. هنا عفوا بعد ما سخن الطاجين درتها الطيب وثقبتها. لازم الثقوب هذيك توصل حتى لتحت الخبزة. ونخليها تحمر على الجهة ونعاود نقلبها. انا استعملت هذه اللوحة اللي يستعملوها بزاف في جهة الشرق، تابعة للرخساس. دوك نحاول نطيبها ونتلاقاو في التقديم. هنا اعزائي المشاهدين الكسرة تاعنا راهي حاضرة، او كسرة الرخساس. انا اليوم قدمتها مع التمر والحليب، درت معها زبادي بالفواكه، وانتم قدموها كما حبيتوا. نتمنى ان شاء الله الوصفة هذه تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش اعملوا الاشتراك وفعلوا الجرس، والى الملتقى ان شاء الله.